يا مساء الفل. عندك نص كيلو لحمة؟ تعالي وما اقولك بما اننا في اخر الشهر هنعمل بيه ايه. عملت بيه لازانيا وعملت بيه مكرونة بشاميل بالمعصجة الحمراء، ومكرونة بشاميل باللحمة المفرومة العادية بنص كيلو لحمة بس. بما اننا اخر الشهر بقى فلازم ايه، ندبر ونوفر ونمشي حالنا كده. لايك وشير ومتابعة للصفحة، ونصلي على الرسول كتير، وما ننساش ندعي لاخواتنا في غزة، ربنا يصبرهم وينصرهم يا رب على اعداء الدين. هنسمي الله كده. معايا طاسة حطيت فيها حوالي معلقتين من الزيت، ما رضيتش احط مادة سمنة يعني ولا حاجة، علشان ايه، اللحمة فيها مادة دهنية. تمام. حطيت عليها كده حوالي بصلاية كنت مفرزاها مفرومة، وهسيبها لما تفك كده، وهقلب كل المكونات دي في بعضها لحد ما خلاص هتفك كلها مع بعضها كده وتتجانس. وهبدأ بقى اسيبها شوية لحد ما تستوي، وبعد ما تستوي وخلاص كلها تغير لونها واشم الريحة بتاعتها، هبدأ احط التوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر. وهقلب كل المكونات دي مع بعضها. عايزين تضيفوا انتوا اي توابل من عندكم مفيش مشكله، ضيفوا اي توابل من عندكم، اضافات مش مشكله يعني. لا عايزين تحطوا مرق الدجاج برضو مفيش مشكله. هنا هقسم نص اللحمه بتاعتي، هاخد نصها في قلب طبق، وهسيب النص التاني علشان ايه، هزوده دلوقتي صلصه وصوص كمان معاها كده عشان نعمل بيها ايه، اللازانيا. تمام كده. هنا جبت حوالي معلقتين كبار من الصلصة، دوبتهم كده في شوية شوربة كانوا عندي، مفيش شوربة ممكن نحط مية، مفيش اي مشكلة. ورحت جايه نازله على بالخليط ده كله على اللحمه المفرومه، وسبتها ايه، يعني ايه، تغلي شويه مع بعضها بحيث ان اللحمه تاخد من الصوص. تمام. انا عايزاها تكون فيها صوص كده عشان الصوص ده اللي هيسوي معانا اللازانيا. هنا كنت سلقت كيس مكرونه، كيس واحد بس. آه، سلقت كيس مكرونه، وهنا كان خلاص استوى، فبشيله كده من الميه بتاعته. الميه ديت حلوه اوي، ما نرميهاش يا جماعه عشان هنحتاجها برضو في البشاميل. هنحتاج منها كوباية. تمام. بس انا مش عارفة هي ظهرت في التصوير ولا لا. هنا معايا معلقتين، هنحضر البشاميل بقى. معايا معلقتين من السمنة، حطيت عليهم ايه 3 معالق من الدقيق. وكمان هقلب لحد ما يدوبهم كده كلهم مع بعض، واحس ان ريحة الدقيق بدأت تطلع. هروح جاية بقى مزودة معايا هنا كيلو من الحليب اهوت زي ما احنا شايفين كده. هنزله على مراحل، وايدي بالويسك كده عماله بقلب عشان ما تتكتلش معايا. ومهم جدا يكون الحليب بارد مش سخن خالص، عشان بس ايه، ما يحصلش كلاكيع. تمام. هنا بحط شويه مرق الدجاج، وكمان هحط فصين توم بيخلوها البشاميل بتاعنا في حتة تانية خالص. وهضيف الملح بتاعي، وهروح جاية مقلبة، مش هحط توابل اكتر من كده. احتجت حبة كمان لما لقيتها ايه بدأت تتقل، ورحت جايه مزودة بيها مية المكرونة، بس واضح ان هي ما وضحتش معايا في التصوير. تمام. هنا جبت قالب كده بايركس، هدهنه بسمنة زي ما احنا شايفين كده، وبوريكم دي اللازانيا بتاعتي اهيت. بحركها كده علشان اوريكم هي يعني ان هي سليمة مش متكسرة. لما نيجي نشتريها نعمل الحركة دي علشان ايه، نتأكد ان هي مش متدغدغة من جوه. خدت هنا شوية من البشاميل، حطيتهم تحت كده في القاع، وهرص عليهم ايه، اللازانيا. احنا طبعا عارفين ان اللازانيا بتاعتنا لما بنيجي نعملها ما بنسلقهاش خالص. تمام كده زي الفل. هحط برضو واحدة الناحية التانية. تمام كده زي الفل. هضيف بقى ايه، جزء من اللحمة المفرومة بالصوص بتاعها كده، احاول اوزعها على اللازانيا كلها عشان الصوص ده اللي هيسوي معايا اللازانيا. تمام كده زي الفل. عايزه اقول لكم ان كمان الربع كيلو لحمه دوت، انا قسمت اللحمه المفرومه لنصين، حطيت النص عليه صوص، والنص التاني شلته عشان اعمل بيه مكرونه وبشاميل. بقى من هنا برضو جزء من اللحمه. تمام. حطيت كمان معلقتين كده من البشاميل على الصوص بتاع اللحمه، وكمان رقه من اللازانيا، وهمشي كل الخطوات بالطريقه دي. تمام كده زي الفل. هو القالب ده اخد معايا 4 طبقات من اللازانيا، واخر طبقة كنت حطيت عليها بقى ايه الطبقة الاخيرة. تمام كده.
تمام كده. يعني بقى معايا اهو 3 شرايح بوريها لكم من اللازانيا، ده مش هستخدمهم بقى خلاص هشيلهم. وهنا بحط بقى ايه البشاميل اللي باقي إيه على الوش. نحاول نكتر البشاميل على الوش كده علشان ايه ما يبقاش ناشفه معانا من فوق. تمام كده. انا بالنسبه لي هغطيها بطبقه جبنه موتزاريلا زي ما احنا شايفين كده. دي معايا جبنه موتزاريلا اهيت. هغطيها لا يعني لو ما عندكيش جبنه موتزاريلا حاولي ان انت ايه تخلي طبقه البشاميل من فوق عاليه شويه عن الطبقه اللي انا حطاها دي. تمام كده. هخلص بقى كل طبقه الجبن دي اللي انا حطيتها اللي هي الجبنه الموتزاريلا، وهروح جايه مدخلها على الفرن على الرف الاولاني على درجه حراره 200. التسويه بتاعتها ايه، هنجيب خله بعد شويه بقى اما نسيبها كده تستوي مع نفسها، وهغرسها كده في النص. لقيتها دخلت بكل سهوله يبقى كده استوت، لقيتها بتخش بعنف يبقى نسيبها كمان شويه، وبعد كده نفتح عليها الشوايه تاخد لون. هنا بقى هجهز المكرونه البشاميل بتاعتي. اول طاجن ده انا كنت ناويه ان انا اعملها يعني ايه في صينيه لوحدها المكرونه، فلقيت طبعا شويه لحمه يعني عليهم طماطم كده اتبقوا. فانا عندي في ناس ما بتحبش اللحمه بالطماطم المعصجه بالطماطم، وفي ناس بتحبها بالطماطم. فقررت ان انا اعملهم ايه على 2 قارب من دول، 2 طاجن من دول. حطيت هنا المكرونه الاول حطيت سمنه، وبعدين حطيت رق بشاميل، وبعدين حطيت المكرونه، وحطيت عليهم تاني شويه بشاميل. وهنا بحط اللحمه اهوت بفردها في النص كده زي ما احنا شايفين، وهفرد عليها تاني المكرونه. والله كان طعمها تحفه، يعني هم حبه صغيرين لحمه بس كان طعمها تحفه وقضت الغرض. يعني مش لازم يعني ان الدنيا غاليه ومش محتاجه يا جماعه ان احنا يعني نوسع على نفسنا، لان يعني ربنا يعيننا كلنا يا رب في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. حطيت كمان رقة المكرونة، وحطيت عليها ايه رقة البشاميل من فوق كده، وهحط عليها الجبن زي ما احنا حطينا على اللازانيا. ما انتوش عايزين تحطوا جبن خالص مفيش مشكلة، نقدر نحط من فوق حتة سمنة وندخلها الفرن على البشاميل من فوق، بتطلع تحفة ورهيبة برضو ما فيش مشكلة يعني لو ما فيش جبن. بس نصيحة بلاش تحطوا بيض، البشاميل ما بتحطش عليه بيض خالص يا جماعة عشان ما يزفرهاش. تمام. دي بقى التانية اللي انا كنت شايله لها اصلا اللحمة المفرومة. تمام. فحطيت هنا برضو نفس الحكاية سمنة، وحطيت شوية بشاميل، وبعدين حطيت المكرونة وكمان شوية بشاميل عليهم نفس الطبقات اللي احنا عملناها. وهحط هنا طبعا اللحمة اللي انا كنت شايلها من غير ايه طماطم. تمام كده زي الفل. لو وصلنا لهنا ما ننساش نحط لايك وشير ومتابعة للوصفة يا جماعة، ومتابعة للصفحة. معلش مش مركزة. هنا هحط بقية المكرونة، وهحط عليها بقى باقي كمية البشاميل اللي عندي اهوت. انا ما احتاجتش غير كيلو واحد لبن لكل البشاميل دوت، وزودت ايه لما لقيتها تخنت معايا شويه كده رحت جايه مزوده شويه اللهم صل على سيدنا محمد، شويه ميه مكرونه، وحبه فصين توم تاني، وكمان الملح بقى وبقيت مرقه الدجاج. حطيت هنا كمان الجبنه الموتزاريلا على الوش زي ما احنا شايفين، وهدخلها الفرن. يعني كل حاجه مستويه هتقعد بس من تحت حوالي 10 دقايق، وهرفعها تاخد وش زي ما رفعناها كده. دي اللازانيا معايا اهيت. هو جيت وانا بقطعها الاضاءه كانت سيئه جدا فما جبتهاش. هنا معايا شوفوا الطبقات، واللحمه بسم الله ما شاء الله باينه فيها برضو، ما هيش محتاجه لحمه ولا حاجه. يعني طعمها حلو قوي وطعمها تحفه، جربوها ان شاء الله هتعجبكم، مش مكلفه خالص يا جماعه. علبة اللازانيا دي انا كنت جايباها عرض ب15 جنيه. تمام كده. يلا بينا بقى نشوف ال المكرونة بتاعتنا عاملة ايه. عايزة اقولكم برضو المكرونة كان طعمها تحفة. الحاجات دي قعدنا ناكل فيها يومين والله، مش شرط بقى يكون جنبها فراخ، هي اصلا كده كده فيها لحمة اهيت، وفيها لبن، وفيها قيمة غذائية يعني عالية. فمش لازم ان احنا بقى الحاجة ما يكون فيها بروتين ولا حاجة نجيب جنبها مثلا لحمة فراخ كلام من دوت. معدناش زي الاول، الدنيا ما عادش زي الاول. نحاول ان احنا نمشي نفسنا ونمشي حالنا. يا رب الوصفة تكون نالت اعجابكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والمتابعة للصفحة، وما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين كتير جدا يا جماعة. انا حزينة جدا على اللي بيحصل معاهم والله، وكذا بوست انزله يتحزن